نبقى دائما في شأن الاجتماعية، حيث شهدت مدينة سلا تساقطات مطرية قوية رغم قصر مدتها تسببت في غرق عدد من الشوارع والأحياء وتسرب المياه إلى طوابق سفلية، في وقت باشرت فيه المصالح المعنية تدخلات ميدانية وسط دعوات متجددة إلى إصلاح البنية التحتية وتعزيز منظومة الصرف الصحي. ندى العلالي في المتابعة. أمطار ليلة واحدة كانت كفيلة لإغراق عدد من شوارع وأحياء مدينة سلا. فخلال ليلة الثلاثاء شهدت المدينة تساقطات مطرية غزيرة تسببت في فيضانات محلية دون تسجيل خسائر بشرية إلى حدود إعداد هذا التقرير. مشاهد الغرق انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المواطنون صورا ومقاطع فيديو توثق غمر المياه لإحياء متفرقة، وتحول عدد من الشوارع إلى برك مائية كبيرة. وهي وضعية ليست بالجديدة على مدينة سلا، تتكرر مع كل تساقطات مطرية مهمة، كاشفة من جديد هشاشة البنيات التحتية وضعف شبكة تصريف المياه. عدد من السكان عبروا عن استيائهم محملين المسؤولية لما وصفوه بالاختلالات والخروقات في مجال البناء والتعمير، خاصة في مدينة تعرف كثافة سكانية مرتفعة وتوسعا عمرانيا متسارعا. الفيضانات تسببت كذلك في شلل حركة السير بعدد من المحاور الطرقية، كما حصرت المياه بعض السكان داخل منازلهم نتيجة عجز قنوات الصرف الصحي عن استيعاب كميات كبيرة من الأمطار المتساقطة في وقت وجيز. وتأتي هذه الأحداث بعد أيام قليلة فقط من الفيضانات المأساوية التي عرفتها مدينة آسفية في 14 دجنبر الجاري، والتي أسفرت حسب حصيلة رسمية عن وفاة 37 شخصا، إلى جانب خسائر مادية جسيمة في الممتلكات والبنيات التحتية، ما يعيد إلى الواجهة سؤال الجاهزية والوقاية في مواجهة التقلبات المناخية.